اوقات بنلاقي نفسنا ان احنا متعلقين باشخاص مش المفروض ان احنا نتعلق بيهم. شخص متجوز او واحدة متجوزة، وبنقول ان احنا لقينا فعلا الحب الحقيقي، او اللي احنا هنقوله ان انت لقيت الحاجة اللي انت بتدور عليها واللي ناقصاك في شخص تاني ما ينفعش ان انت ترتبط بيه. هل ده تسميه حب ولا حاجة تانية؟ في الفيديو ده هنتكلم ان احنا ليه بنتعلق باشخاص متجوزين من الناحية النفسية، وليه اصلا ده بيحصل، وكمان ان احنا بندخل نفسنا في دايرة. الدايرة دي ممكن تأذي حياتنا او حياة اشخاص تانية ملهاش اي ذنب. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ليه احنا بنتعلق باشخاص متجوزة؟ فعلم النفس بيقول ان ده بيسمى ادمان العلاقات. يعني ايه ادمان علاقات؟ ان الالم النفسي بقى مرتبط بحاجة اسمها الحب. ده المخ بيترجمه على بعد مثلا انت اهمال، انت الشخص ده مهملك، بتلاقي شخص بيهتم بيك شوية فبتبتدي تقول ده الشخص ده بيحبني، فبتبتدي ان انت تتعلق بيه اكتر واكتر واكتر، لان ده دماغك بيقولك ان ده فعلا الحب اللي انت بتدور عليه. احيانا ان الشخص المتجوز ده بيكون ناضج اكتر، فبيحاول يشبع رغبة الطرف التاني، وبيحاول يشبع كمان الحاجات اللي هو مفتقدها. عشان كده احنا دايما بنميل للاشخاص اللي اكثر نضجا وفاهمة اكتر. تاني حاجة، التعلق مش دايما حب. ليه مش دايما حب؟ واحد، انت ساعات بتدور على اشباع احتياجاتك بس مش بتدور على ان انت تحب شخص. تاني حاجة، مشاعرنا ساعات بتضحك علينا في وقت ان احنا بنكون ضعيفين فيه، فبندور على اي حد. تالت حاجة، ان في فرق كبير بين انك تحب شخص وان انت تهرب من الواقع اللي انت فيه مع شخص تاني. كل ده مش بيكون فعلا حب. طيب ايه اللي بيحصل بعد العلاقة دي؟ اولا بيكون في ضرر سواء ليك او للطرف التاني او لعيلتك، بيبقى في مشاكل فوق ما تتخيل. طب لو انت كنت الشخص المتجوز وفعلا انت بتحب حد او بتحب حد تاني متجوز، ده بيكون سببه غالبا ان انت في مشاكل نفسية انت مش عارف تحلها مع مراتك، مع حبيبتك، مع اي حد في الكون. ليه التعلق ده بيكون فعلا دايما خطر؟ لان هو بيكسر قيمك الداخلية. انت مش متعود على الخيانة او ان انت تعرف حد على حد. كل ده بيكسرك من جواك. كمان بيخلق صراع بين مشاعرك وبين ضميرك. بتلاقي ان انت مش مرتاح مع الشخص التاني لان انت اصلا في حد معاك اساسي ربنا حللهولك. كمان ده ممكن يدخلك حاجة اسمها الانهاك النفسي، ان انت خلاص ما عندكش طاقة. كمان ممكن يدخلك في مرحلة اكتئاب، انا مش عارف اعمل ايه. طيب يا زينب، انت اتكلمتي في كل ده بس ما قلتليش الحل. انا حاجة واقول لك الحل. اول خطوة، اعترف ان ده مش هيكون في مصلحتك ولا مصلحة الطرف التاني اللي معاك، لان هيبقى في مشاكل فوق ما تتخيله. تاني حاجة، اعرف احتياجاتك. انا محتاج ايه؟ محتاج حب، محتاج امان، محتاج تقدير. كل ده لازم اعرفه انا عايز ايه. تالت حاجة، حط حدود واضحة. ازاي انا اتخطى الحاجات دي وان انا اشبع احتياجاتي وبرضك ما اكونش اناني في العلاقة واشبع احتياجات الطرف اللي معايا. رابع حاجة، اطلب المساعدة. اطلب المساعدة من معالج نفسي او حد فعلا يقدر يحللك المشكلة اللي انت بتواجهها. مش عيب ومش غلط. العيب ان انت تفضل عارف المشكلة ومش عارف تصلحها، لان ده بيدمر عليك وقت حلو انت ممكن تستفاد بيه، وكمان ممكن يدمر حياتك. واخيرا، ان التعلق بشخص متجوز ده مش حب، ده انعكاس على احتياج داخلي محتاج ان انت يبقى في شفاء منه، وان انت تستحق فعلا تكون في علاقة صحية بتحس بيها بالامان، بالوضوح، بالتقدير. وصدقني لما انت تواجه مشاعرك بشجاعة هتعرف ان انت اقوى من اي تعلق. وافتكر دايما اللي مش ليك مش راحة ليك.
وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتقولوا لي ايه رأيكم في الفيديو في الكومنت، وما تنسوش تعملوا لايكات كتير وشيروا الفيديو على قد ما تقدروا. ولو عندكم افكار لفيديوهات عايزين نعملها يا ريت تكتبوا لي في الكومنت. باي باي.